أدمت بارك الله فيك كسبب جست تدار نستقبلوا كدرجت وطفش لا عقبت كون باتشو نجر يمهر مودد بشوش ميقطر الله حق لا وردبت كيف يمطالو ወጣቶች በ30 በ40 በ50 የሚቆጠሩ ሺዎች ደሞዛቸው ከአንድና 2000 ያልዘለለ ሆነ ፊትና በሁሉም ቦታ ያሳዳቸዋል ሴቶችን ያሳዳሉ ወንዶችን ያሳዳሉ ከዛም ይህ አቀበትና ይህ መሰናክል ይቀመጥባቸዋል ሲጀመር ከትዳር የሚፈልገው ነገር ምንድነው ሲጀመር ከትዳር የሚፈልገው ምንድነው የትዳር ዓላማ ሴቷን መጠበቅ ያንንም ወጣት መጠበቅ ሙስሊም ቤተሰብ መመስረት አይደለምን ዛሬ ሙስሊም ቤተሰብ አይመሰረትም በሚሊዮን ብሮች ካልሆነ በስተቀር ወጣቶች ከየት ያመጣሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር ይሰርቃሉ ወይስ ወደ ዚና ይመለሳሉ እኛን ሰበብ ወደዛ ይገፋናቸው ስንት ወጣት ስርዓት ይዞ ብልቱን ሊጠብቅ ሲፈልግ ፊቱ ላይ ያለው ብር ይዘጋውን ያገኘዋል ከዛም ለመሸነፉ ሰበብ ይሆንበታል ሁሉም ኃላፊነቱን ሊሸከም ይገባል ሐላል በመቶ ሺህ ብሮች حرام በቀላል ብር حرام ب10 ብሮች في حين أن الحلال حلال دمو أهم بمئات الآلاف من الريالات بمتو شيوش اتقوا الله عباد الله اللهم فروا يا الله باروش عند سوسي نقرين يروي قصة زواجه سلقاب الشو هنيتا قال حين عزمت على الزواج تدار مياز بوسكو كزي اخترت بيت مرتكو يماك أون صالح بيت قال فذهبت إلى أبيها في المسجد ودا أباتو هيدكو مسجد صليت بجانبه أتقبو سجدكو فلما انتهى من صلاته صلاة كابك أبو هلا رأسم كفتكو لت بمربت بيت السياق أني البرقت على أن أنت ديننا بحرين من نود اللسانة بيت سبوشين أم تأتشو حتى نتعرف عليهم عندنا نتواوق أتشو جئته بعد أيام بأهله كأناس بوهلا بيت سبوشين أم تأو بيت سبوش تواوقو بمحكلاتشو موادنا مقبابات تفترة على أن يابات بمكتلو سامنت إن شاء الله تمت الله كم سكروت شيئا كجريس جراك دنا درج الله لنا فلكون اللي قلت لي سنتنا مهروا من دنيا يسفلقات من دنيا كلام تكتلوا على تناجروا على كترو مشوا سامنت وطاتو إلى كنت على الوظيفة منذ 10 بس رالي نبرك لا 10 عامات جمعت مبلغ 20 أتراكمي نبر 20 ريال والله إنجاز يا إخوان والله سكتنا وندموتشي في ظل هذه الظروف التي نمر بها أهون كلنا بتونيتا أن يجمع مبلغ 20 متراكم مشانو قلت الكون 20,000 أستحي أن أعطيه إياها نسوا مستثافرا في ظل تنافس سوتش يتشكل الدمو باللبت على المظاهر والإسراف بقلت والتفكير يدرجوا بكنت حتى أصبحنا يدر የሸይጣን ወንድም እስከነን ድረስ እነዚያ መሰረታቸው በክነት የሆኑትን ማባከና ታባክን እነዚያ ባካኞች የሸይጣን ወንድሞች ናቸው ይላል ቁርአን ሌላ 20 ሺህ ተበደርኩ كم أصبح المبلغ ስንት ሆነ ገንዘቡ 40 ሺህ ሆነ አልኩኝ 40 ሺህ አይበቃም ዛሬ 40 አይበቃም አልኩ فذهبت في اليوم المحدد በተቀጠርኩበት ቀን ሄድኩ ሼኹ ኒካህ ሊያደርግ መጣ وبدأت الدقائق تمر ደቂቃዎች እየሄዱብኝ ነው እኔ በጣም ፍርሃት ውስጥ ሆኜ ያቺ ሰዓት እስክትመጣ التي قال ሼኹ አለ ስንት ነው መህሩ فسكت ዝም አልኩ فرددها عليه ደገመልኝ አሁን አልኩት 40 ሺህ ብር አባቱ አለ አይሆንም قال الأب لا አባት አለ አይሆንም فسقط قلبي بين يديه ልቤ ደነገጠ قال الأب አባት አለ 5,000 تكفيها 5000 ይበቃታል 5,000 تكفيها ይበቃታል واستعن بالباقي أنت وإياها በቀሪው አንተና እሷ ለመጠቃቀሚያ አድርጉት አለ فقمت وقبلت رأسه ቆምኩና ግንባሩን ሳምኩት وحق لمثل هذا أن ይገባዋል የዚህ አይነቱ ሰው ግንባሩ ሊሳም ومثله قليل የሱ አይነቶቹ ትንሽ ናቸው ومثله የሱ አይነቱ قليل ጥቂት ናቸው أعين الشباب ወጣቶችን አግዟቸው ساعدوا الشباب ወጣቶችን እርዷቸው احفظوا الفتيات ሴቶችን ጠብቁ احفظوا المجتمع ማህበረሰቡን ጠብቁ الزنا في كل مكان ዝሙት በሁሉም ቦታ ነው اتقوا الله عباد አላህን ፍሩ የአላህ ባሮች يسروا ولا تعسروا አግራሩ አታጠባብቁ يسروا አግራሩ ولا تعسروا አታጠባብቁ اللهم አላህ ሆይ من يسر على الشباب فيسر ወጣቶች ላይ ያገራላቸውን አግራለት ومن عسر عليه እነሱ ላይ ያጠበቀ ደግሞ رده إلى الحق يا رب
ወደ ሐቅ መልሰው ያ ዓለማቱ ጌታ اللهم طهر بيوتنا من الشاشات والقنوات اللهم احفظ نساءنا وأطفالنا اللهم وسع على شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم حصن فروجهم وغض أبصارهم وثبتهم على الطاعة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من قال منصور بن عمار እንዲህ ይላል كان لي صديق مسرف على نفسه አንድ ጓደኛ ነበረኝ ራሱ ላይ ድንበር ያለፈ ከዛም ተውበት አደረገ وكنت أراه كثيرا ታዲያ ብዙ ጊዜ አየው ነበር كثيرا من العباد والقوام والصوام ከሚቆሙትና ከሚጾሙት أراه كثير العبادة ብዙ والتهجد አየው ነበር በኢባዳና በተሐጁድ ففقدته أياما ለቀናት አጣሁትና فقيل لي هو مريض አሞታል ተባልኩ فأتيت إلى داره ወደ ቤቱ መጣሁ فخرجت إلي ابنته ሕፃን ልጁ ወጣች فقالت من تريد ማንን ትፈልጋለህ አለች قلت قولي لأبيك فلان ለአባትሽ ገሌ መጥቷል በይው አልኳት فاستأذنت لي አስፈቀደችልኝና ثم دخلت ከዚያም ገባሁ فوجدته في وسط الدار ቤት መሃል ላይ ሆኖ አገኘሁት وهو مضطجع على فراشه ፍራሹ ላይ ተኝቷል እሱ وقد اسود وجهه ፊቱ ጠቁሯል وأذرفت عيناه አይኑ ያነባል وغلظت شفتاه ከንፈሩ ደርቋል فقلت له وأنا خائف ታዲያ منه እኔ ለሱ ፈርቼ ያልኩኝ يا أخي ወንድሜ أكثر من قول لا إله إلا الله ማለትን አብዛ ففتح አይኑን عينيه ከፍተና فنظر إلي بشدة አተኩሮቱን ሲያበቃ ثم غشي عليه እንደገና ተመለሰ فقلت له ثانيا አሁንም ሁለተኛ ጊዜ ያልኩት يا أخي ወንድሜ أكثر من قول لا إله إلا لا الله إله إلا الله ማለትን አብዛ ثم كررتها عليه ثالثا አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ደገምኩለት ففتح عينيه وقال አይኑን ከፈተና አለኝ يا أخي منصور ወንድሜ መንሱር ሆይ هذه كلمة ይሄ ቃል እኮ قد حيل بيني እኔ وبينها ላይ ተጋርዷል هذه كلمة ይሄ ቃል እኮ قد حيل بيني وبينها እንደ ተጋርዷል فقلت لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم አልኩኝ ثم قلت له ከዚያም አልኩት يا أخي ወንድሜ أين تلك الصلاة የታል ያ ሰላት والصيام والتهجد ጾምና والقيام ተሐጁድ ስግደት فقال አለኝ كان ذلك لغير الله እኮ ለአላህ አልነበረም كان ذلك لغير ያ الله ለአላህ አልነበረም وكانت توبتي كاذبة ተውባ የሚውሸት ነበር إنما كنت أفعل ذلك ያንን ስፈጽም ነበር ليقال عني እንዲባልልኝ ነው وأذكر به እንዲወሳበት ነው وكنت أفعل ذلك رياء ያንን للناس ስፈጽም ነበር ለይሉኝታ فإذا خلوت إلى نفسي ወደ ራሴ ስመለስ أغلقت الأبواب በሩን እዘጋለሁ وأرخيت الستور መጋረጃ ጋርዳለሁ وشربت الخمور መጠጥ ጠጣለሁ وبارزت ربي بالمعاصي ጌታዬን በኃጢአት አምጻለሁ ودمت على ذلك مدة በዚህ የተወሰነ ከገፋው በኋላ ህመም አገኘኝ وأشرفت على الهلاك ለሞት ተዳረስኩ فقلت لابنتي هذا ለዚህ ልጅ አልኳት ناوليني المصحف ቁርአን አቀብኝ فقلت ከዚያም بعد أن أخذت ቁርአንን المصحف ከወሰድኩ በኋላ አልኩኝ اللهم አላህ ሆይ بحق كلامك በዚህ هذا ሐቅ ንግግር في هذا ይሁንበት المصحف العظيم በዚህ ታላቁ ቁርአን إلا ما አድነኝ شفيتني ይህንን መዓት ورفعت عني البلاء ካላነሳህልኝ وأنا እኔ أعاهدك ደግሞ ቃል እገባልሃለሁ ألا أعود إلى ذنب ሁለተኛ ወደ أبدا ጥፋቴ እንደማልመለስ ففرج الله عني አላህ ፈረጀኝ ففرج الله عني አላህ ፈረጃውን አመጣልኝ فلما شفيت ከዚያም ስድን عدت إلى ما كنت ወደ عليه ነበርኩበት من ተመለስኩ اللهو واللذات ዝንጋቴና ጥፋት وأنساني الشيطان ሸይጣን አስረሳኝ العهد الذي بيني በእኔና وبين በአላህ ربي መካከል የነበረውን ቃል ኪዳን فبقيت على ذلك مدة የተወሰነ من ጊዜ الزمن ቆየሁ በዚህ ሁኔታ فمرضت مرة ለሁለተኛ ثانية ጊዜ ታመምኩ أشرفت ይሄኔ حينها على الهلاك والموت ለሞት የተቃረበ ህመም ሆነብኝ فأمرت أهلي ቤተሰቦችን አዘዝኩ فأخرجوني إلى وسط الدار كعادة እንደ ልማድ ቤቱ መሃል ላይ አወጡኝ ثم دعوت بالمصحف ከዚያም በቁርአን ጸለይኩኝ فقرأت فيه የተወሰነም አነበብኩ ثم رفعته ከዚያም ከፍ አደረኩና አልኩኝ اللهم አላህ ሆይ بحرمة ما في هذا المصحف الكريم من በዚህ كلامك መጽሐፍ ይሁንብህ إلا ما فرجت عني መዓቱን አንሳልኝ ورفعت عني البلاء መዓቱንም አንሳልኝ فاستجاب الله مني አላህ ተቀበለኝ ከኔ وفرج عني ፈረጀኝም ثم ከዚህ عدت በኋላ إلى ما كنت عليه من الذنب አሁንም ወደ والضياع ነበርኩበት ጥፋት ተመለስኩ ما كأني عاهدت الله ألا أعود ልክ ከአላህ ጋር ቃል ኪዳን እንዳልነበረኝ فوقعت في هذا المرض الذي አሁን تراني فيه በምታየኝ الآن ህመም ላይ ተገኘው فأمرت أهلي ቤተሰቦችን አዘዝኩ فأخرجوني إلى وسط ቤቱ መሃል ላይ الدار ያስቀመጡኝ كما تراني እንደምታየኝ ثم دعوت بالمصحف ከዚያም لأقرأ ቁርአን فيه ልቀራ ስገልጠው فلم يتبين لي حرف واحد منه አንድም ቃል ሊታየኝ دعوت አልቻለም بالمصحف ቁርአኑን አምጥቼ لأقرأ فيه ልቀራ ስል فلم يتبين لي حرف واحد منه አንድም ቃል ሊገለጽልኝ አልቻለም فعلمت አወቅኩኝ أن الله سبحانه قد غضب አላህ علي Subhanahu Wa Ta'ala ተቆጥቶብኛል فرفعت رأسي إلى السماء ራሴን ወደ ሰማይ ከፍ
አደረኩ ከዚያም አልኩ አላህ ሆይ فرج عني يا جبار السماء والأرض فرجين جبار السماوات والأرض اللهم فرج عني الله يفرجين يا جبار السماوات والأرض الكت فسمعت سموا كأن هاتفا يقول لك اندت الرسيل تتوب عن الذنوب إذا مرضت بتعممك جزي توبات هدرقال وترجع للذنوب إذا برئت كان مستدن تملس بتعمل فكم من كربة نجاك منها سنت تشجرين نساوت وكم كشف البلاء إذا بليت سنت معاتنا نسا أما تخشى أتفرم من بأن تأتي المنايا تعرموتن ممتاز وأنت على الخطايا قد لفوت بونجل لي هنا قال منصور بن عمار اندهلال فوالله ما خرجت من عنده والله كبيت إلا والطهون وعيني تسكب العبرات باين يازنبكو بيهون انجي فما وصلت الباب لكبر لا يسدرس أنه قد مات موت والله حيل بينهم بالنسونا وبين ما بمثلقوا يشتهون معكل كلكا يغباباچو حديثنا ورياتشن ليس عن الغارقين في بحرنا البحار وزت والأنهار ስለሰጠሙ ሰዎች አይደለም فأولئك إن كانوا صالحين እነዚያ ሳሊሖች ከሆኑ كانوا شهداء بإذن العزيز الغفار ሸሂድ ይሆናሉ በአሸናፊውና ማሪው ጌታ ፍቃድ ولكن حديثنا ነገር ግን ወሬያችን رسالة መልእክት ነው إلى الغارقين في الشهوات والملذات በስሜት ውስጥ ለሰጠሙ يرتوون منها ልክ ዱንያ ላይ كأنهم مخلدون في هذه الدنيا ይዘወተሩ ይመስል تناسوا أن الدنيا ረስተዋል ይህች ዱንያ دار ممر وامتحان የማለፊያና የፈተና ሀገር መሆኑን إنهم يغرقون እነሱ እየሰጠሙ ነው وهم لا يشعرون ግን አይታወቃቸው فهيا نسمع እስኪ እንስማ بعضا የተወሰነውን من أحوالهم ከሁኔታቸው من أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ ليلهم ونهارهم سواء ሌሊታቸውም ቀናቸውም እኩል ነው يظنون ያስባሉ أن السعادة في ደስታ لذة በጣፋጭ وشهوات ነገርና በስሜት ውስጥ ነው وفي سفر ومغامرة በጉዞና በጀብድ استحوذ عليهم الشيطان ሸይጣን በእነሱ ላይ ተሾመባቸው فأنساهم ذكر الله አላህንም ከማስታወስ አስረሳቸው يستيقظ الواحد منهم قبل الفجر ከነሱ ውስጥ لموعد አንዱ طائرة ይነቃል ከሱይ በፊት ለአውሮፕላን ቀጠሮ وسفر وسياحة ለጉዞና ለጉብኝት ولا يستطيع أن يستيقظ ለፈጅር لصلاة ሰላት الفجر ግን መንቃት አይችልም مع أن التخلف عن صلاة الفجر من ከፈጅር علامات ሰላት المنافقين መቅረት ከሙናፊቆች ምልክት ከመሆኑ ጋር تراهم في الملاعب ጨዋታ ቦታዎች ውስጥ ታያቸዋለህ يجوبونها طولا وعرضا በቁመቱም በጎኑም ሲያቆራርጡት خلف الكرة ከኳሱ ኋላ ሆነው ولا يقون على أداء الصلاة ሰላትን ለመፈጸም ግን አይበረቱም ولا تراهم في صفوف المصلين በሰጋጆች ሰፍ ውስጥም አታያቸው رغم أن المسجد መስጂዱ لا يبعد عنهم سوى ከተወሰኑ خطوات. እርምጃዎች የማይርቅ ሆኖ من ሳለ أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ ውስጥ أوقاتهم ጊዜያቸው لهو ولعب ዛዛታና ጨዋታ ነው غناء وطرب ሙዚቃና ጭፈራ ነው لا يعرفون معروفا መልካም ولا ነገርን ينكرون አያዙም منكرا መጥፎ ነገርን ማያወግዙም يعرفون أسماء المغنيين የሴትና والمغنيات የወንድ ዘፋኝ ስሞችን ያውቃሉ والساقطين የወንድና والساقطات የሴት ወራዶችንም بل ረንደውም ويعرفون ميولهم ዝንባሌያቸውን ورغباتهم ፍላጎታቸውንና ዜናቸውንም بل ያውቃሉ ربما يعرفون أسماء زوجاتهم የሚስቶቻቸውና وأبنائهم የልጆቻቸው ስሞች ሊያውቁ ይችላሉ ولا يعرفون سيرة محمد صلى الله عليه وسلم የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ግን አያውቁም وسيرة أصحابه የሰሃቦቻቸውንም وسيرة ታሪክ أمهات المؤمنين የሙእሚኖች ታሪክ رضي الله عنهم ረዲየላሁ أجمعين ዐንሁም አጅመዒን يقرؤون الصحف والمجلات ጋዜጣዎችና መጽሔቶችን ያነባሉ وينفقون في سبيلها በእነሱ عشرات መንገድ ላይ ማስር ያወጣሉ እንደውም በመቶዎች ያወጣሉ ولا يقرؤون القرآن ولا ቁርአን حتى ግን لحظة አያነቡም ለተወሰኑ ጊዜያት እንኳን تراهم عند الإشارات አደባባይ ላይ ታያቸዋለህ قد رفعوا أصواتهم የመኪና كبيرات ማይክ السيارات ድምጽ ከፍ አድርገው على موسيقى وألحان በሙዚቃና በዘፈን وهي مزامير الشيطان እሱም የሸይጣን መዝሙሮች ናቸው تهتز أجسادهم ሰውነታቸው ይንቀጠቀጣሉ طربا ونشوة በጭፈራና لذلك በመንሰሳት ለነሱ ولا يهتز ልባቸው لهم ግን قلب አይንቀጠቀጥም عند سماع القرآن ቁርአን በሚሰሙበት ጊዜ قال الله للشيطان አላህም ለሸይጣን አለው واستفزز من استطعت منهم ከነሱ بصوتك የቻልከውን ሁሉ በድምጽ አታል وأجلب عليهم بخيلك በእነሱ ላይ በፈረሰኞችም በእግረኞችም ያለፍ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم በገንዘቦቻቸው ልጆቻቸውም ላይ ተጋራቸው ቃልም وما ግባላቸው يعدهم الشيطان إلا ሸይጣንም غرورا ማታለያን ቃል እንጂ ሌላ من አይገባም أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ تراهم ታያቸዋል في الأسواق والمجمعات በገበያና በመሰብሰቢያ ቦታው يعتنون بالمظاهر ለላይኛው ገጽታ ትኩረት ሲያደርጉ والشخصيات ለስብናቸው والسرائر خاوية ውስጣቸው ግን ባዶ ነው يعيشون بلا أمن ولا ያለ أمان ጸጥታና ደህንነት ይኖራሉ ولا راحة ولا استقرار ያለ ረፍትና بل መረጋጋት قل بلا حياة እንደውም ያለ فأي ህይወት حياة بلا إيمان ያለ ኢማን ህይወት ምንድነው قال جل في علاه አላህ عز وجل الذين آمنوا እነዚያ ያመኑት ولم يلبسوا إيمانهم بظلم እምነታቸውን በበደል ያልቀላቀሉ أولئك لهم الأمن እነሱ وهم ጸጥታ مهتدون ያላቸው እነሱም የተመሩ ናቸው قلوبهم ልቦቻቸው تئن من الذنوب وتشتكي ያቃስታሉ በወንጀል ስሞታ أطفأت الذنوب نور الإيمان في ወንጀል قلوبهم ከልቦቻቸው ኢማን ብርሃን አጥፍተውታል وقطعت الآهات والحسرات كهودهم ማቃሰትም ቆርጧቸዋል ጉበታቸው وأرقت الهموم مضاجعهم ጭንቀትም ጎናቸው ረፍት ነስቷቸዋል يغرقون في لجج المعاصي والآثام ይሰምጣሉ በወንጀልና ጥፋት ባህሮች ውስጥ من مصيبة إلى مصيبة ከአደጋ ወደ አደጋ ومن هم إلى هم ከሐሳብ ወደ ሐሳብ ومن غم إلى غم ከጭንቀት ወደ ጭንቀት ولا هم يتوبون ወይ አይቶብቱ
ولا هم يذكرون ويجسسون وصدق الله حين قال اللهم أونت تناقرون انديسي ومن أعرض عن ذكري ككساس ميزورة فإن له معيشة لست أباب نوران ونحشره يوم القيامة بقيامة أنا مأور هون انقسق قال سؤال ربي لما حشرتني أعمى جيتاي هوي لمن أور أدرك أنا الساهن أني برقت أما يهون يسالين هو مع ضلاله وعصيانه وتمرده يحاجز السو كتأميتنا كعمسو كتبيتو غار يكراكران قال ربي لما حشرتني أعمى جيتاي هوي لمن أور أدرك قسقسك وقد كنت بصيرا برقت أما ينبركو سيهون يلان قال كذلك أتتك آياتنا እንደዚህ ሆኖ ታምራቸው መጣለ ጊዜ ተውከት وكذلك اليوم እንደዚሁም ዛሬ አንተ ትተዋለህ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآياتنا እንደዚሁም ድንበር ያለፈና በዚህ ጌታው አንቀጾች ያላመነ ሰው ولعذاب الآخرة أشد እንቀጣለን የአኺራ ቅጣት በጣም ብርቱ ሁሉ ጊዜም ዘውታሪ ነው إنهم يغرقون እነሱ እየሰመጡ ነው ومع هذا እንዲህም ሆኖ لا يفكرون بالتوبة والندم ተውበትና መጸጸትን አያስቡ اللهم إلا خطرات تمر على قلوبهم አላህ ሆይ በልባቸው የሚያልፍ ሁሉ የሚል ሲቃ تناديهم إلى ركوب السفينة والانضمام إلى ተራቸዋለች ወደ መርከቡ እንዲሳፈሩ ወደ ተውበተኞች ክፍለት يسمعون المواعظ ولا يتعظون ምክሮችን ይሰማሉ አይመከሩ يدفنون الموتى ولا يعتبرون ሙታኖችን ይቀብራሉ አያስተውሉ يرون الحق ولا يتبعون ሐቅን ያሉ አይከተሉ ይጠራሉ ولا መልስ يستجيبون አይሰጡም نقول لهم ما قال ለነሱ አላህ ያለው እንላቸዋለን يا قومنا ወገኖቻችን ሆይ أجيبوا داعي الله وآمنوا به የአላህን ጥሪ ተቀበሉ በሱም እመኑ ኃጢአቶችንም ይምርላችኋል ከሳዩን ቅጣት ومن لا ይመድላችኋል يجيب داعي الله የአላህን ጥሪ የማይቀበል ሰው فليس بمعجز في الأرض በምድር ውስጥ የሚያመልጥ وليس አይደለም له من دونه ከሱም أولياء ሌላ ረዳቶች የሉትም أولئك في ضلال እነዚህም በግልጽ ስተት ውስጥ ናቸው يا قومنا اسمعها مني አድምጠኝና افهمها جيدا يا በደንብ رفيق ተረዳኝ የመንገድ ጓደኛ إن قيمتك ያንተ ዋጋ بالهم الذي تحمله በምትሸከመው ሐሳብ ልክ ነው والهدف الذي تحيا من أجله በምትኖርለት ዓላማ ግብ ልክ ነው وحين يكون الهم تافها ሐሳብህ ውዳቂ የሆነ ጊዜ فقيمة الإنسان የሰውየው معروفة ዋጋ የታወቀ ነው ማብራሪያ ያስፈልገውም فحاصل ضرب الصفر في صفر ዜሮን ከዜሮ ጋር ብታበዛው يساوي صفر መልሱ ዜሮ ነውና لكن حين يكون ነገር همك ግን ግብና ዓላማ وهدفك أخروي አኺራዊና سماويا ሰማያዊ ሲሆን فإنك تكون በህይወት رقم ብዜት صعبا ውስጥ في معادلة ለስሌት الحياة አስቸጋሪ ቁጥር ትሆናለህ واعلم ወቅ أنه من رضي بالدون فهو دون የበታችነትን የወደደ የበታች ومن ነው يتهيب صعود ተራሮችን الجبال መውጣት የፈራ يعيش أبد الدهر بين ለዘላለም الكفر ጉድጓዶች መሃል أوصيك ይኖራል أخيرا ونفسي በመጨረሻም بتقوى አንተንም ራሴንም ባላህ ፍራቻ أوصيك እመክራለሁ أخيرا ونفسي ራሴንም بتقوى አንተንም ባላህ ፍራቻ فقد زادت الفتن يا رفيق الدرب ፈተናው ጨምሯል የመንገድ ጓዴ فقد زادت الفتن يا رفيق الدرب ፈተናው ጨምሯል የመንገድ ጓዴ ونحن والله እኛ ደግሞ ባላህ ይሁንብን نقرب إلى الساعات ወደ ቂያማ ይበልጥ مما የቀረብን كان عليه المسلمون ሙስሊሞች قبل ከነበሩበት 14 ከ14 ክፍለ ዘመናት حين በፊት نزل قول الله የአላህ ቃል ሲወርድ اقتربت الساعة اقتربت الساعة የሚለው فها هي العلامات تترى ይሁንና ምልክቶቹ تطاول الحفاة العراة እየተከታተሉ ووسد الأمر إلى غير أهل ኃላፊነት ባለቤቱ ላልሆነ ተሰጠ ورأينا الكاسيات العاريات ለብሰው እርቃን የሆኑትንም ተመልክተናል شربت الخمور ኸምር ተጠጣ واستحلت المعازف ሙዚቃ والزنا መሳሪያና ሙዚቃ ሐላል ተደረገ وانتشر الربا وتركت الصلوات ሪባ ተስፋፋ ሰላትን ተተወ فماذا ننتظر يا رفيق الدرب ምንድነው ምን ጠብቀው የመንገድ ጓዴ فماذا ننتظر يا رفيق الدرب ምንድነው ምን ጠብቀው የመንገድ ጓዴ والروح من كتب لي أحد التائبين አንድ ተውበት አድራጊ ጻፈልኝ قصة توبته ورجوعه إلى ተውበት الله አድርጎ ወደ አላህ የተመለሰበትን بعد ታሪክ ضياع ومعاناة استمرت سنوات ለዓመታት ያህል ሲፈጸም ከነበረ መጥፎ ስራ በኋላ قال في سطوره وفي رسالته ይላል በደብዳቤውና በመልእክቱ እንዴት እንደምጀምርልህ አላውቅም وكيف أعبر لك عن قصة الرجوع እንዴት እንደተመለስኩ እንደማብራራለህ أنا شاب እኔ ወጣት ነኝ أبلغ اليوم من العمر 26 እድሜ ዛሬ 26 የደረሰ ሰው أنا أكبر إخوتي እኔና ታላቅ ወንድሞቼ وأسرتي فقيرة جدا ቤተሰቦቼ እጅግ ድሆች ነን أما أصحابي ጓደኞቼ ደግሞ فلا يصلون የማይሰግዱ ናቸው ولا يصومون የማይጾሙ ናቸው حياتنا بكل صراحة ህይወታችን እውነት ለመናገር ማምሸት وخمر ومخدرات መጠጣትና ማጨስ ነው 7 سنوات على هذه الحال 7 ዓመታትን በዚህ ሁኔታ አሳልፈናል حتى مللنا من هذا الضياع በዚህ ጥፋት እስክንሰለች ድረስ فبدأنا ታዲያ ጀመር بطريق آخر من طرق ሌላ الضياع የጥፋት መንገድን ፍለጋ وبدأنا رحلة جديدة من ደግሞ رحلات ጀመርን الغفلة. የዝንጋታን አዲስ ጉዞ اقترح أحدنا አንዳችን አመላከተን أن نسافر لبلاد ወደ الكفار ካፊሮች ሀገር እንድንሳፈር بحثا عن المتعة والتغيير ሌላ የመጥፊያ መንገድ ለመቀየር ففعلنا አደረግነው وليتنا لم نفعل ማድረግ አልነበረብንም ነበር هناك እዛ تعلمنا ተማርን فنون الزنا የዝሙትን والخلاء ጥበብና ክህደት والنصب والاحتيال ማታለልና ውሸትን كنا نمكث في በጉዟችን ثرواتنا የምንቆይ የነበረው أشهراً طوال. በርካታ ወራት ነው فإذا نفدت أموالنا ገንዘባችን ባለቀ ጊዜ اتصلنا على أهلنا ወደ ቤተሰቦቻችን ደውላለን ونحن في سكر شديد እኛ አደገኛ ስካር ውስጥ ሆነን نطلب منهم እንጠይቃቸዋለን أن يمدوننا بالمال ገንዘብ እንዲልኩልንና حتى نستطيع
እንድንመለስ ገንዘቡ በደረሰ ጊዜ የቀረውን ጊዜያት እናራዝማለን እኛ ሁሌ እንዲህ ነን ከኛ ውስጥ አንዱ ቤተሰቦቹ ጋር ይደውላል ለውሸትና ለማታለል ከቀናት ባንዱ ቀን መኪና ተከራይተን ወደ አንድ የመጥፊያ መዝናኛ ሄድን ኸምርና ሙዚቃ ያለበት እንደ እንስሳ የሚደነስበት እንደውም የእንስሳ ህይወት ከዚህ ህይወት የተሻለ ነው እኛ በዚህ ሁኔታ ተቀምጠን ወሬ ያወራን የመጠጥ ብርጭቆ እየተለዋወጥን አንድ ጓደኛችን አለ አንድ የቅርብ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ በፍጥነት እመለስላችኋለሁ ሄደ ባደገኛ የስካር ሁኔታ ላይ ነበር ሰዓታት አለፉ አልተመለሰም እሱን ፍለጋ ወጣን ፍለጋው በኋላ ከመነ መኪናው ከትልቅ ከፍታ ላይ ወድቆ አገኘ ነው በመጥፎ ሁኔታ ሞተ አለቀስን አዘንን በሞቱ ወደ ቤታችን ተመለስን ሐዘን የተጨነብን ሆነን ወራትም አልፈጀንም ወደ ነበርንበት ለመመለስ ያ አላህ ልባችን ምን ያህል ይደረቀ ነበር አልነበርኩም ገንዘብ ማገኝ ሰው የወርገብ የሚልልኝ ነው እንደውም አታላም ታታ ነበር ቤተሰቦቼ በዚህ የተነሳ ትልቅ የገንዘብ ዕዳ ተሸክመዋል እንደውም ተበድሬ የጉዟችን ወጪ ሸፍን ነበር ለነሱም ስል ከነሱም ሸከም ነበር እነሱ ከኔ በለጠ ገንዘብ ይያላቸው ከኔ በለጠ ሁኔታ ነው አጠረጥር ነበር እኔ ከሰጪነቴና ለጓደኛ የመስዋዕትነት እዳ የተደራረበብኝ ሁኔታ የከፋ ጓደኞቼን የመተው ጀመሩ ምን አይነት ጓደኞች ናቸው በርግጥ ለኔ ሳይነግሩኝ መሄድ ጀምረዋል وأنا الذي تحملت الديون من أجلهم እኔ በእነሱ ሰበብ ዕዳ ተሸክሜ ሳበቃ ይሄን የተገለጸልኝ እነዚህ የጥቅምና የጥፋት ጓደኞች እንደሆኑ እኔም ማልኩኝ የዘገየ መገለጽ ነው የዘገየ መገለጽ ነው ሌሎችን ተጎዳኝ ولم يكونوا بأحسن حال منهم ሁኔታቸው ከነሱ የተሻሉ አይደለም ሌሎችን ተጎዳኘው ولم يكونوا بأحسن منهم حالا ሁኔታቸው ከነሱ የተሻሉ አይደሉም جمعت أموالا ገንዘብ አጠራቀምኩና وسافرت أنا وإياهم ከነሱ ጋር ተጓዝን ከአጎቴ ልጅ ጋርም ከሌሎች ጓደኞችም ጋር ሆነን ወደ አንድ ኤዥያዊ ሀገር በእብደቷና ፈሳዷ የታወቀች ከተማ ደረስን በደረስን በሁለት ቀን ያጎቴ ልጅ እንደሚመለስ ነገረኝ ለምን እንደሚመለስ ጠይቀዋለኝ በህልሜ ዛሬ አየሁ እዚህ ሀገር ያሉ ሰዎች እየተቃጠሉ አየሁ በህልሜ አየሁ ሰዎች በዚህ ሀገር ላይ ሲቃጠሉ እሳት እየነደደባቸው አንድ በጣም እጅግ የነጣ ሰው መጣና አለኝ ተመለስ አብራቸው ከመቃጠልህ በፊት ተመለስ قبل أن تحترق معهم አብራቸው ከመቃጠልህ በፊት አለ ያጎቴ ልጅ ተመለሰ እኔም አብሬው ተመለስኩ በቤቴ ውስጥ ተመለስኩ ያለ ገንዘብ ያለ ጓደኛ አላህ የሚያውቀው ሐዘን ጭንቀትና ሐሳብ ውስጤን አገኘው ከቀናት ባንዱ ቀን የመሸጋገሪያ ጊዜ ደረሰ ከቀናት ባንዱ ቀን እናቴ መጣች እያለቀሰች አናገረችኝም ለምንድነው ማትሰግዱ አለች ለምንድነው ወደ አላህ ማትመለሰው ካሴትም ሰጠችኝ እንዳዳምጠው ማስማለችኝ ከዛም ትታኝ ሄደች ከዛ ካሴቱ መስማት ጀመርኩ ተሰማኝ እኔ ስለኔ የሚነገር ካሴቱ የሚያወራው ወደ ጥፋት ወንጀል ስለሚሰምጡ ሰዎች ነው ካሴቱ የሚናገረው ስለ መጥፎ ጓደኛ ዘላቂነትና ስለ መጥፎ ጓደኝነት አጥፊ ማልቀስ ጀመርኩ ማልቀስ ስለ ተውባና ወደ ራስ ስለመመለስ አሰብኩ ይላል ባለ ደብዳቤው ያ ሼክ ግን ታውቃለህ የካሴቱ ባለቤት ማን እንደሆነ ታውቃለህ ግን ያ ሼክ የካሴቱ ባለቤት ማን እንደሆነ እሱ አንተ ነህ وانا احبك حبا شديدا እኔ በጣም እወድሃለሁ وانا احبك حبا شديدا እኔ በጣም እወድሃለሁ وكان اسم الشريط የካሴቱ ስምም احوال الغارقين የሰማጮች ሁኔታ የሚል ነው ثم اعطتني امي شريطا اخر ከዛም እናቴ ሌላ ካሴት ሰጠችኝ اسمه قوافل العائدين ወደ ተመላሾች ቅፍለት የሚለውን ያንተ قلت انا እኔም ማልኩ
اللهم اجعلنا خيرا مما يقولون አላህ ሆይ ከሚሉት የበለጠ አድርገን وأحسن مما يظنون ከሚጠረጥሩትም የተሻለ واغفر لنا ما لا يعلمون ከማያውቁት ነገራችንን ማረን يقول ها أنا ذا ይሄው እኔ أكتب لك الرسالة ደብዳቤ እየጻፍኩልህ ነው وأنا أبكي بكاء شديدا ብርቱ ለቅሶን እያለቀስኩ وأمي جالسة عندي تبكي معي እናቴም ጎኔ ተቀምጣ ታለቅሳለች وتدعو لك بالثبات በጽናትም ዱዓ እያደረገችልህ ነው وتدعو لك بالثبات حتى ዱዓ ታደርግልሃለች እንድትጸናበት وهي فرحة جدا بتوبتي እሷ በእኔ ተውበት በጣም ደስተኛ ናት ያ ሼኽ إن قصتي أكبر وأعظم من هذا በርግጥ ይሄ ታሪኬ ከዚህ የበዛ ነበር ولكني ذكرتها لك ነገር ግን باختصار ባጭሩ ነው ላንተ ያስቀመጥኩልህ أما من أخباري الجديدة እና አሁን ከአዲስ ሁኔታዬ منذ أن بدأت الحياة الجديدة አዲስ ህይወት ከጀመርኩ በኋላ حياة التوبة والاستقامة የተውበትና የእስቲቃማ ህይወት فأنا أنتقل من خير إلى خير እኔ ከኸይር ወደ ኸይር እየተሸጋገርኩ ومن ነው نور إلى نور ከብርሃን ወደ ብርሃን لقد حصلت على وظيفة ስራም አግኝቻለሁ وأنا الذي كنت عاطلا እኔ لسنوات ለዓመታት ተስተጓጉዬ ነበርኩ ሰው وأزيدك خبرا من الأخبار ከነገሬ ላይ አንድ ነገር ልጨምርልህ ستفرح لي عندما أخبرك به ትደሰትልኛለህ ይህን ስነግርህ فزيادة على وظيفتي ከስራዬ በተጨማሪ أنا الآن مؤذن في እኔ بيت አሁን من ሙአዚን بيوت الله ሆኛለሁ ከአላህ ቤት ውስጥ ባንዱ ቤት أنا الآن እኔ አሁን مؤذن في بيت ሙአዚን من ሆኛለሁ بيوت ከአላህ الله ቤት ውስጥ ባንዱ ቤት أصلح بالأذان በአዛን እላለሁ وأردد في اليوم በቀናት مرات ውስጥ ومرات አደጋግማለሁ الله أكبر አላሁ አክበርንና ولا إله إلا الله ላ ኢላሃ ኢላላህ فادعوا لي بالثبات በጽናት ዱዓ አድርግልኝ وإني والله እኔ ወላሂ لا أدعو لأصحاب الماضي بالهداية ለቀድሞ والصلاح ጓደኞቼ ዱዓ አድርጋለሁ وأتمنى እመኛለሁ أن يعتبر ከታሪኬ بقصتي ይማሩ ዘንድ